اهلا وسهلا بيكم. تعالوا بينا نعمل فطار سهل وسريع ومش هياخد معانا وقت خالص بالبروكلي. وصفة سهلة وسريعة وجميلة جدا. عندي البروكلي غسلته ونقعته في شوية مية بمعلقة خل وشطفته تحت مية جارية، وبعد كده صفيته وجهزت الخضار بتاعنا كله. البروكلي بقى ببدأ ان انا اشيل الراس بتاعته بالشكل دوت وبقسمه لوردات صغيرة. حلة على النار فيها مية مغلية بدون اضافة اي حاجة، ولا ملح ولا كمون ولا الكلام ده كله. هبدأ انزل بالبروكلي. تقريبا كده يقعد على النار بتاع مثلا دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين. مفيش مشكلة، اهم حاجة بس ما يتهريش معاكي. عندي فلفل الوان، تقدري تستخدمي فلفل رومي. لو متوفر فلفل الوان مفيش مشكلة، هيدي برضو غنى للطبق بتاعنا. عندي كده نص فلفلاية صفرة ونص فلفلاية خضرة ونص فلفلاية حمرا. سلقت هنا البروكلي، هبدأ بقى ان انا اصفيه وانزله في مية باردة خالص، بحيث ان هو يحتفظ برضو بالقيمة الغذائية وما يكملش سواه بره. انا عايزة الخضار برضو يعني يبقى فيه كده قرشة، بحيث ان انا احس ان هو خضار طازة مش مفرز ولا حاجة. بالمية ببدأ ان انا اقطعه لوريدات صغيرة، اجزاء صغيرة بالشكل ده. بكده بنكون جهزنا الخضار بتاعنا. بس يعني هو ده الخضار اللي احنا هنستخدمه في الوصفة. في طاسة على النار نزلت بمعلقتين من الزيت وحتة زبدية كده صغيرة، يعني بتاع مثلا 7 جرام، حاجة كده طفيفة. المهم انها تدينا طعم وتست حلو في الاكل. نزلت بالبروكلي ياخد تشويحة كده على النار، برضو مش هخليه ياخد وقت طويل بحيث ان هو ما يفقدش برضو الفيتامينات بتاعته كلها على النار. هديله بقى اتبله كده، رشة ملح، رشة فلفل اسود، حاجات خفيفة. يتشوح كويس. البروكلي بقى من الخضروات الجميلة اللي مضادة للأكسدة وبيقي من السرطان، عافانا الله وإياكم. ننزل بمكعبات الفلفل ونديلها بقى تشويحة كمان. بعد ما بيتشوح كويس بالشكل ده هبدأ أكسر بيضتين، هخفقهم كويس ونروح بيهم على الطاسة. هبدأ أوزع البيض كده في الطاسة كده، أحاول إن أوزعه على قد ما أقدر. تمام. عندي بقى شريحة من الجبنة، تقدري تستخدمي أي نوع من الجبنة. لو مش متوفر مفيش أي مشكلة، هو الطبق غني ولذيذ وزي الفل لحد كده. بس الأطفال بقى يعني لهم كده طقوس خاصة في الأكل يعني. عشان خاطر يعجبهم الطبق ده كمان بتضيفي بقى شريحة الجبنة وتغطي عليها، أو ممكن تدخليها الفرن تحت الشواية، مش بتشغلي الفرن تحت الشواية بس، وهتطلع بقى بالمنظر ده بعد ما بتسيح. طبق غني ولذيذ جدا جدا، يعني من ألذ الأطباق اللي استخدمنا فيها البروكلي. وليا وصفات تانية إن شاء الله هتنزل في أقرب وقت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، ولو أمكن بقى اشتراك، ونشوفكم على خير.